لو عندكم لفة جلاش متكسرة ومتبهدلة ومتهرتلة وبقالها في الفريزر سنتين مش عارفين تعملوا بيها ايه، هنعمل النهاردة بقى بيها فطيرة تجنن. معايا لفة جلاش 500 جرام بقطعها شرايح زي ما انتم شايفين كده. زيت في طاسة، ربع كيلو من اللحمة المفرومة، بصلاية، فلفل الوان، ونعصق بقى اللحمة مع الخضار. بعد كده نحط عليها ملح وفلفل اسود، نص معلقة صغيرة من القرفة، ممكن تلغوها عادي، نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من بهارات مشكلة او 7 بهارات، بيضايه، 4 معالق كبيرة من الزبادي وعلبة زبادي 170 جرام، ربع كوباية زيت او سمنة سايحة، شوية ملح وفلفل اسود، وكوباية من اللبن الحليب. وكخطوة اختياري معلقتين قشطة كده وقشطة وش اللبن. هي مقاس 24. نديها دهنة زيت ونحط نص كمية الجلاش ونوزعها كده، وكبشتين كده من التشريبة اللحمة المفرومة في النص ما توصلش للأطراف عشان ما تلسعش، ورشة من الجبنة الموتزاريلا، والنص المتبقي من بقية الجلاش المتقطع. نزيد كمية التشريبة ونظبط ندخلها فرن سخن على درجة حرارة 200 في نص الفرن على الشبكة لحد لما تتشرب كده زي ما انتم شايفين. بنحط عليها الجبنة الموتزاريلا ونرجعها تاني جوه الفرن ربع ساعة كمان او لحد لما الجبنة